من مراسي أرميا النبي بركاته علينا أمين. أنا هو الرجل الذي رأى المذلة أتى علي بقضيب غضبه وقادني وسيرني في الظلمة لا في النور، والآن رد يده علي النهار كله. أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس رأسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى من قديم. سيج علي حتى لا أخرج، وثقل أغلالي. دعوته فلم يستجب لي، صرخت إليه فلم يسر بصلاتي. سيج سبلي وألوى طرق المسلوكة. صار لي كأسد في موضع مختفي، طاردني وصارعني وتركني هالكا. أوتر قوسه وأقامني هدفا ليلقي في سهامه. أدخل في كليتي نبال جعبته، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله. جرعني الحنظلة وأسكرني أفسنتينا. هتما بالحصى أسناني، وأطعمني الرماد، وبعدت نفسي عن السلام، ونسيت الخيرات، وبات أقنومي ورجائي من الرب. اذكر بؤسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي. هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي. من أجل ذلك أتمسك بمراحم الرب
لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفاته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها. ارحمنا يا رب في فناءنا، لأن رأفاتك هي جديد في كل صباح، وعظيم هو إيمانك. قالت نفسي نصيبي هو الرب، فلذلك أرجوه. صالح هو الرب للذين يترجونه، طيب للنفس التي تطلبه، وتتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد للرجل أن يحمل النير منذ صباه، يجلس وحده ويصمت، لأنه قد وضعه عليه، يجعل في التراب فمه، لعله يجد رجاء، يميل خده لمن يلطمه ويشبع تعيرا. إلا إن الرب لا يقصيه عنه إلى الأبد، فإنه ولو وضعه يتراءف عليه ككثرة رحمته، لأنه لم يصغر في قلبه، بل تواضع لبني البشر، ليذل تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض، أو حرف حكم الرجل أمام وجه العالي، ليلقي الإنسان إلى القضاء عندما يحكم عليه. أفما يقول الرب؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور؟ كيف يتذمر الإنسان الحي الرجل المعاقب لأجل خطيته؟ فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا، ونرجع إلى الرب، ولنرفع قلوبنا مع الأيدي لدى العلي الذي في السماء. قد أخطأنا ونافقنا وأغضبنا، وأنت لم تغفر لنا. قد التحفت بالغضب وطردتنا وقتلتنا ولم تشفق.
التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي لأتضع لكي لا أرى فأطرح. تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعداءنا أفواههم علينا فرفعونا ثم طرحونا فحل بنا خوف وسخط. عيني تسيل ينابيع مياه على سحقاء بنت شعبي. عيني حزنت ولا تكف ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب من السماء. عيني تحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة. قد اصطادني أعداء اصطيادا كعصفور بلا سبب وقردوا في الجب حياتي وطرحوا علي شبكة. فاضت المياه فوق رأسي وقلت أنه تركني عنه. صرخت إليك يا رب من جب سفلي فسمعت صوتي. لا تمل أذنك عن طلبتي في اليوم الذي صرخت إليك. اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف. حكمت يا رب لأحكام نفسي وخلصت حياتي. نظرت يا رب إلى التراب وحكمت في دعواي. رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم علي اليوم كله. سمعت تعييرهم يا رب وكل مؤامراتهم التي صنعوها بي اليوم كله وتحريك شفاه القائمين علي. وصرت تلاوتهم النهار كله في جلوسهم وقيامهم. انظر يا ربي إلى عيونهم وجازيهم بالتعب على قساوة قلوبهم. واطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء. مجدا للثالوث القدوس.